لو ما عندكش على الأقل 10 سنين خبرة في السواقة يبقى بلاش تفكر تسوق في المدينة الصينية دي من الأساس. الحقيقة أنا مش عارف أنطق اسمها، هتضيع حرفيا وسط إشارات المرور اللي ملهاش أي منطق. في شوارع فيها 7 إشارات جنب بعض، والجي بي إس نفسه بيتلخبط ومش عارف يوديك فين. ولو عديت من الإشارة دي بالصدفة هتكتشف إن الرعب الحقيقي بيبدأ لما تحاول تلف وترجع. بس استنى، لسه ما شفناش حاجة. في تشونج تشينج عربيات بتستخدم أسانسيرات. آه والله، لأن المدينة مبنية فوق جبل، كلها منحدرات وسلالم، ولو مش واخد بالك ممكن تلاقي نفسك نازل بالعربية على سلم. في كباري هناك بترتفع لأكتر من 1000 متر، يعني لو قلبك ضعيف أو بتخاف من العالي يبقى خليك في البيت أحسن. شونغ تشينج فيها أكتر كباري متداخلة في العالم، الطرق فوق بعض لدرجة إن في مناطق فيها 20 مستوى، ولما تبص عليها من فوق هتحس إنك بتتفرج على خريطة. ولو دخلت الحارة الغلط ممكن تلف اليوم كله وما تعرفش ترجع. هل حد فيكم زار المدينة دي قبل كده؟ اكتب لي كومنت في التعليقات واحكي لي عن تجربتك. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.